حبايبي واخواتي، واحب انوه بس ان احنا عملنا قناه جديده وهتكون قناه افلام وبس، وهحط لكم رابط بتاعها في الوصف او في العلامه البيضاء اللي هتظهر فوق دلوقتي. ويلا بينا على الملخص. والنهارده ملخصنا ملوش اي علاقه بالواقع ولا الخيال وحياتك، حاجه كده فريده من نوعها، وبتبدا قصتنا بسؤال وجودي لازم تجاوب عليه قبل ما تدخل القصه. ما هو لو ما جاوبتش ما تكملش المسلسل حضرتك. والسؤال بيقول: ايهما افضل، تعيش الحياه دي كانسان لمده 50 سنه فاقد الشغف والحب، ولا تعيش على انك ورك فرخه حلوه كده وملظلظ وممكن تتاكل في اي وقت عادي؟ وبصراحه انا لحد دلوقتي ما جاوبتش على السؤال ودخلت اتفرج على القصه عادي. وتعالوا يلا احكيها لكم، بس يا ريت قبل ما تدخل انت كمان يا ريت تشمر بنطلونك وانت داخل. وبتبدا قصتنا ببنت في الثانويه رايحه المدرسه بتاعتها الصبح وبتكلم صاحبتها، وفجاه البنت بتقف وهي مذهوله وبتقول لصاحبتها انها شايفه منظر مش قادره تغمض عينيها حتى، ولا روتانا سينما. والمشهد ده بيكون عباره عن شاب كلبوزه شويه كده، لا وكمان لابس بنطلون اصفر وقميص وردي وبلوفر ازرق وجايب شعره على جنب كمان وماشي يغني وكانه اشيك شاب في روكسي. ده لو عنده عم الوان مش هيلبس بالمنظر ده. لا وكمان لما بياخد باله ان البنت بتبص له بيقول لها: انت بتبص على ايه ما شفتيش حد في وسامتي قبل كده؟ ركزي في دراستك ولما تكبري هتقابلي واحد زيه وتتجوزيه. هو انا متاكد بعد الكلمتين دول البنت اكيد سابت المدرسه والتعليم خالص. المهم ان الشخص اللي لابس بيض شم النسيم ده اسمه السيد قا، بيروح على المكان اللي هو شغال فيه وبيفضل طول ما هو ماشي في الشارع عمال بيألف في اغاني. ولما بيوصل للشركه اللي شغال فيها واللي اسمها مش مجرد آلات، ايوه ده اسم الشركه يعني هي جت عليها، بيلاقي بوكس كبير كده قدام المحل فبيشيله بيدخله جوه. وهنا انا فعلا بقول محل لان الشركه عباره عن مخزن كبير وفي مكتب واحد وعليه 3 كراسي لل3 موظفين اللي شغالين، وهم السيد قا وصاحب الشركه السيد كيم وزميلهم الثالث اسمه السيد هان. وبيجي السيد كيم وبيسال قا وبيقول له: يا ابني انت بقالك 2 سنين شغال عندنا، هو انت ما عندكش غير الطقم ده؟ للدرجه دي انت فقير؟ اي نعم ما بقبضكوش بقالي 2 سنين لان احنا مش لاقيين شغل اساسا، بس برضه يعني مش مبرر. فقا بيقول له: لا خالص، ده انا عندي 7 اطقم بغير فيهم بس كلهم نفس اللون ونفس الشكل. واضح كده انه ما بيحبش يتعب نفسه بالاختيار. وبيفتكروا بيقول له: بس انا عندي طقم مختلف، بس البنطلون احمر والقميص اصفر، هبقى اجي لكم بكره بيه ان شاء الله. فكيم قال له: الهه اعدامنا ما يدخلها. وبعدها قا بيسالهم: هو احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ فكيم قال له: هو ده سؤال برضه، يلا بينا نبدا الشغل. وبيقعدوا هم ال3 كل واحد على مكتبه وبيفتحوا اللابتوب بتاعهم وبيفضلوا قاعدين حرفيا ما بيعملوش اي حاجه. وبعد نص ساعه بيكون ميعاد الغدا بتاعهم. لا انا تلزمني الشغلانه دي يا قا. فهان قال لهم: يلا تعالوا نتغدى سوا. فكيم بيقول لهم انه هيستنى بنته مين لانها جايبه له الغدا وجايه دلوقتي. وقتها قا بيقول لهم: لا معلش انا كده هضطر اقعد هنا مع السيد كيم. وقتها وشه بيحمر والجو حواليه كله بيحمر، وواضح كده انه قد ايه معجب بمين. وبيفتكرها من فتره لما سالها عن مواصفات فتى احلامها وقالت له انها عايزاه قلبه طيب، قال لها موجود عز الطلب. وقالت له كمان عايزاه يبقى وسيم جدا لدرجه تلفت النظر. فقال لها: لو على كده ماشي بسيطه، ههتم ببشرتي شويه حاضر عشان خاطر بس عيونك، لحد ما بتقول له على الصفه الثالثه وانه يكون رشيق وطويل وعنده عضلات. فقا وقتها بيبص لنفسه كده وبيقطع الورق ولا كانه سمع اي حاجه، ولكنه لما بيلاقيها مصممه على الصفات دي بيقرر بقى انه يلعب رياضه ويغير من حياته. ايوه صحيح الحب بيعمل معجزات. ايه ده بيتمرن بطفايه الحريق وبيمشي في الشارع مشية البطه اللي عندها تسلخات. شكل قا ما يسمحش عن الجيم خالص. وفي نفس اللحظه بتوصل مين واللي بيشوفها قا اجمل بنت في الدنيا كلها، وبتقعد تتكلم مع قا وبيكون واضح انهم اصدقاء جدا وانها بترتاح معاه في الكلام. وبتقول انها جايبه لهم فراخ مقليه من اشهر محل في كوريا، محل المريبين ال4. ايوه هو اسمه كده وهنعرف قدام ليه سموهم كده. فبيسالها قا تاني لو هي لسه مصممه على صفات فتى احلامها وبيعرفها انه خس نص كيلو. على فكره مش باين خالص عليك يا قا ولا ايه؟ فمين بتقول انها بعد تفكير كتير حست انه فعلا كفايه قوي ان الشخص ده يكون قلبه طيب. ساعتها قا بيطير من السعاده لان هي مكتر الطيبه عندنا. وساعتها بتاخد بالها من الاله الغريبه اللي لها قا، ولما بتساله عنها فقال لها انها جات لهم عشان تتصلح وانها بتساعد الشخص على النوم بطريقه مريحه. فبتفرح من جدا وبتقول له: لا ده انا لازم اجربها حالا، ده انا بقالي كام يوم مش عارفه انام. وفعلا بتسيبه وبتدخل جوه الاله وبتشوف زرار بتضغط عليه، واخر حاجه بتبص عليها بيكون الدجاج المقلي. وفجاه الاله بتطلع نور غريب وبتختفي مين. فقا بيترعب وبيفتح الاله بسرعه عشان يبص عليها، لكن هنا بتكون الصدمه لما بيشوف ان مين اتحولت لقطع دجاج مقلي. يا لهوي، لا يا لهوي بجد. وبدل ما هيتجوزها قا هياكلها. وهنا بيوصل السيد كيم ولانه ما شافش الموضوع من اوله فبيفتكر بنته مستخبيه في حته ولا حاجه، لكن قا بيصوت في وشه وبيقول له ان مين دخلت الاله الغبيه دي وفجاه اتحولت لقطع الدجاج. فبيتصل السيد كيم بصاحبه واللي المفروض انه بعت له الاله عشان تساعد على النوم، وبيكتشف ان الراجل ده ما جاش امبارح اصلا بسبب المطر وما جابش الاله. وبكده هم مش عارفين الاله دي بتاعت مين ولا ايه اللي جابها هنا. فالسيد كيم بيقول لقا يروحوا يدوروا على العلبه اللي جت فيها الاله، بس بيطلب منه يسيب من هنا على المكتب عشان الصلصه بتاعتها ما تقعش وتبقى جافه. والله بيقول له كده. ويا ريت هم خرجوا من المكتب لان هان بيوصل
وبيقول في سر ولاد اللذينه سابونا اطلع اكل بره وجابوا هم فراخ، بس اكيد ده نصيبي واللي هي مين طبعا. ووقتها كيم وكا مش عارفين يلاقوا اي حاجه تدلهم مين اللي بعت الاله، وبيكونوا مفكرين ان هم في حلم، لكن بيضربوا بعض بالقلم عشان يفوقوا يقدروا يفكروا. ولما بيرجعوا تاني للمكتب بيلاقوا السيد هان قاعد وقطعه الدجاج مش موجوده، فكيم بيسالوا فين قطعه الدجاج اللي كانت هنا، فكيم بيضحك وبيقول له تقصد اللي كانت هنا في الطبق ده؟ ايوه ما انا عرفت انها كانت نصيبي. وقتها كيم بيصرخ على اخره وهو بيقول الله يخرب بيتك دي بنتي، وديت بنتي فين يا مفجوع؟ وبيحط ايده على بطنه وبيقع على الارض وبيجي له تشنجات من الخوف والزعل. وفي الوقت ده بيفتكر كل ذكرياته مع بنته، وبنعرف ان مراته ماتت بعد ما ولدت مين، وكيم هو اللي ربها لوحده واهتم بكل تفاصيل حياتها، ومش متخيل ان هي دلوقتي عباره عن قطعه دجاج، بنت بقت فرايد تشيكن. وكا بيمسك هان من رقبته وبيقول له يا قاتل يا اللي ما عندكش رحمه ازاي تاكلها؟ فالسيد هان بيتضايق جدا وهو بيقول لهم ما كانش العشم، بعد كل العشره دي بتخونوني وتمسكوا فيها عشان قطعه دجاج؟ عموما يا سيدي انا رميتها. لا ما تتخضوش قوي كده، حطها مع باقي الدجاج وحطها في الثلاجه. فبيقوم السيد كيم من الشلل الرعاش اللي كان ماسكه وبيجري على الثلاجه عشان يشوف العلبه، والحمد لله بيطمن ان بنته ما اتاكلتش، لكنها بتكون محطوطه وسط 19 قطعه غيرها ومش عارف مين فيهم بنته الحقيقيه. فبيقول لنفسه يا حسن السود انا ياما، وبيطلعوا قطع الدجاج وبيفردوها قدامهم، ولما بيلاقوها ساقعه بيحطوا عليها مناديل وبيحاولوا يدفوها. وكل ده السيد هان مش فاهم هم بيعملوا ايه بالظبط. وكا بيحاول يطمن السيد كيم وبيقولوا ان هم يقدروا يلاقوها بسهوله، وده لان قطعه الدجاج بيكون عليها 3 سمسمات بس، فاللي مش هنلاقي عليها سمسم اكيد دي هتكون مين؟ هتقولوا لي جاب المنطق ده منين؟ هقول لكم معرفش، لكن برضه بيلاقي ان كلهم عليهم 3 سمسمات عادي، فبيفكروا في طريقه تانية. وهنا بنعرف ان كا اصلا شغال في الشركه دي لانه بيصمم لهم اغاني وشعارات للشركه، لانه بيالف لهم اغاني متخلفه، فبيقعد جنب الدجاج وبيفضل يغني له على امل ان مين تتحرك او تدي اي اشاره، ولكن برضه مفيش فايده. فبيقعد هو والسيد كيم يفتحوا الكاميرات وبيشوفوا الشخص اللي وصل الاله دي امبارح، ولان الجو مطره فالشخص ده بيكون لابس هدوم تقيله وزعبوط على دماغه، فوشه مش بيكون باين غير نصه، وبيكون واضح انه عصبي جدا لانه قاعد يشتمهم في الكاميرات عشان قافلين. فكا بيقول لكيم لا يأس مع الحياه وما تقلقش هعرف لك مين الشخص ده، وبيفتكر انه من فتره كانوا طالبين اكل وجالهم عامل غريب الاطوار كده، وبيقول لكا ما شاء الله عليكم اسمكم اكتر من مجرد الات وما عندكوش جرس حتى واحد ربنا، ده انا ايدي اتكسرت من كتر التخبيط يا راجل. وبيسيب له الاكل ويمشي، وكا بياخد باله من مشيته واللي بتكون غريبه لانه عنده عوجه في رجله، وبكده بيكون عارف مين الشخص اللي جاب الاله، وعلى طول بيروحوا هما الاثنين بسرعه على المطعم، لكن بيلاقوا قافل، ومن حظهم بيلاقوا عامله شغاله في المطعم ده وبيسالوها المطعم هيفتح امتى، فبتقول لهم ان المطعم قفل خلاص، وده لان في واحد من العمال خبطته عربيه قدام المطعم هنا ومات، وعشان كده قفلوا المطعم خالص. فبيسالها كيم عن العامل الغريب وبيديها مواصفاته، بس بتطلع انها ما تعرفوش لحد ما اتضح انها عايزه رشوه وقالت له اشتري مني الفطيره وانا اديك المعلومات اللي انت عايزها، وفعلا بيشتروا الفطيره وبتقول لهم، ووقتها بنكتشف ان في واحد واقف فوق المطعم وسامعهم، لكن ما نعرفش مين الشخص ده. والسيد كيم من الياس بيقول لكاي يروح وياخد بكره اجازه، وبيرجع كيم على الشركه، لكن كاي بيروح يعمل اكل وبيرجع على الشركه، وبيقول ان هو ما قدرش يسيبه لوحده في الوقت ده، وبيقعدوا يطفحوا هما الاثنين وهم بيفتكروا الماضي وقد ايه مين كانت لطيفه وجميله، لحد ما بيوصل هان، وطبعا ما بيرضوش يبينوا له حاجه لحد ما بيقع بلسانه قدامهم، وبيقول لهم والله ما انا عارف مين اللي جاب الاله دي هنا، ما كنتش متخيل اني هشوفها تاني. انت قلت ايه؟ يعني انت عارف اصلا دي بتاعت ايه وسايب الناس محروق دمهم؟ يخرب بيت برودك يا جدع. فكيم وكاب يطلعوا يقعدوا له على الترابيزه، واللي هو انت شفتها فين قبل كده؟ قول لنا كل حاجه تعرفها عن الاله دي فورا. فبيقول لهم انه ما يعرفش عنها حاجات كتير، لكن من 10 سنين وقبل ما يشتغل معاهم كان شغال في مختبر مع عالم كبير جدا اسمه يو، وبيطلعوا هما الاثنين عارفينه، وده لان الشخص ده عالم كبير جدا وكان مرشح لجائزه نوبل. المهم انه بيقول لهم ان في يوم العالم يو جاب اله شبه دي بالظبط للمختبر بتاعهم، وحرفيا كان عنده هوس بالاله دي لدرجه انه كان بيمنع اي حد يدخل الاوضه اللي فيها او حتى يلمسها، لدرجه كمان انه كان بينام معاها في نفس الاوضه. وفي يوم بيقعد الباشمهندس هم مع الدكتور يو وبيساله هو ليه مهتم قوي بالاله كده، فالدكتور يو بيقول له ان الاله دي سر عظيم جدا، وده لانها موجوده من اكتر من 200 سنه ومصنوعه من ماده فولاذيه، ده غير ان الماده دي مش موجوده اصلا على كوكب الارض، واكتشف فيها كمان اكتشاف خطير جدا، فهنتشوق جدا عشان يعرف ايه الحاجه دي. وهنا الدكتور يو بيقول له بصوت هادي كده سنعود بعد قليل، وحياة امك بقى زي عالم محترم كده وتجيب لنفسك الهزاءه. فكيم قال له يعني بعد كده رجع لك وقال لك السر ولا ايه؟ فقال له ما قاليش اي حاجه لحد دلوقتي لانه اختفى اصلا من بعدها. فبيفضل السيد كيم طول الليل يدور على الاخبار اللي بتتكلم عن اختفاء الدكتور يو، بس للاسف ما بيقدرش يوصل لحاجه. اما كلا ما بيصحى تاني يوم من النوم بيمسك الطبق اللي عليه قطعه الدجاج وبيصب على حبيبته مين، وهو بيقول انا مش عارف اعمل لك ايه دلوقتي، احطك في الشمس؟ لا تسخني، ولا احطك في الثلاجه؟ لا كده هتبردي، ولا احط عليك صلصه؟ انا ما بقتش عارف اعمل لك ايه. انا حسيته بعد الكلمتين دول هياكلها، بس الحمد لله ما عملش كده. اما بقى كيم فبيطلع ان هو من امبارح قاعد في قسم الشرطه مع ضابط محترم كده وراسه 1000 جزمه، لا يجيب له كل التقارير والتحريات اللي اتعملت عن اختفاء الدكتور يو. ولما الضابط بيقول له يا عم انا تعبت ارحم امي تعالي لي بكره، فالسيد كيم بيفتح له حاجه ساقعه عشان يروق
عليه، وهو بيقول له تخيل معايا كده لو بنتك اتحولت لازازه حاجه ساقعه واتحطت جوه الصندوق، والناس جم وبداوا يفتحوا الصندوق ده واحده واحده، وتخيل معايا كده ان بنتك واحده من علب الكنز دي، وفي واحد هيفصل رقبتها عن جسمها. ايه يا عم الكلام ده؟ فالظابط بيفضل يصرخ وبيقول له لا ما تفصلش رقبه بنت عن جسمها. وبكده بنتاكد ان القصه دي لحد دلوقتي واضح كده ان ما فيهاش بني ادم عاقل نتكلم معاه ونفهمه ويفهمنا. المهم ان الظابط بيتاثر بالكلام وبيقول له ان في حاجه غريبه جدا حصلت، وهما بيحققوا في قضيه الدكتور يو، وهي ان كل الكاميرات جابت الدكتور يو خارج من المكتب بتاعه عادي جدا، ومشي في الشارع وركب الميكروباص. بس الغريب فجاه كده غير اتجاهه ورجع تاني على المعمل بتاعه، بس المره دي بدل ما يدخل من الباب دخل من الشباك، ومن اللحظه دي هو اختفى، ومفيش اي كاميرا جابته وهو جوه المبنى ولا حتى هو خارج منه. وعشان كده الشرطه قفلت على الموضوع لان ما عندهمش اي تفسير للي حصل ده. فبيخرج من عنده السيد كيم، وفي طريقه بيقابله كا واللي بيكون معاه العلبه اللي فيها قطع الدجاج، وبيقول ان هو عارف مين اللي هيقدر يساعدهم ويقدر يطلع مين في دول هي مين. ده ايه اللخبطه دي؟ وبيروح عند محل بيبيع دجاج جاهز واللي اسمه المعاتيه الاربعه، وبيقول له ان اصحاب المطعم دول فاتحين من 200 سنه ومحدش عارف ايه سر حلاوه الفراخ بتاعتهم، لدرجه ان الامبراطور وهو طفل اكل من الفراخ بتاعتهم وبقى مدمن عليها. واكيد هم دول اكتر ناس هيعرفوا يفرقوا مين في دول اللي مش دجاج حقيقي. وفعلا بيتكلوا على الله وبيدخلوا المحل وبيلاقوا جوه كشك صغير كده عباره عن بني ادم او بني ادم وعامل نفس الكشك. بس المهم ان هم دخلوا سالوه او سالوها، ما انا مش عارف برضه حدد هو راجل ولا ست، وطلبوا منه يقابلوا رئيس المطعم، لكن الكشك المتحرك ده بيرفض. فبيكتبوا لها رساله على ورقه صغيره كده وبيطلبوا منها تديها لرئيس المطعم. فهي بتبص للرساله واللي بيبقى مكتوب فيها ان في بنت اتحولت لقطعه دجاج، فبتقول لهم تعالوا ورايا بسرعه، وبتفتح باب المحل وبتقوم شايلاهم هم الاثنين رميهم بره. وهنا علبه الدجاج بتطير في الجو، فبيطيروا وراها هم الاثنين على امل ان هم يمسكوها، لكن للاسف علبه الدجاج بتقع وكمان بتقع على طبق دجاج، وكلهم بيقعوا على الارض. وبعد ما كانوا 19 قطعه اصبحوا 25 قطعه دجاج. يا حزنك يا كيم. وهنا بيصرخ السيد كيم وبيحاول يجمع القطع بسرعه، والناس اللي وقع منهم طبق الدجاج كان معاهم طفله صغيره ومن غير قصد بتاخد قطعه من الدجاج وبتقطم منها حته. فالسيد كيم بيفضل يصرخ على اخره لحد ما زوره بيطلع بره وشه. فالست بتخاف على بنتها وبتاخدها وبتمشي، وكاب بيفضل يفرفر على الارض ويا عيني كان هيموت فيها. ايه يا جماعه نراعي شعوره برضه، ده حبيبته بتاكل منها حته. لكن في اللحظه دي بتيجي بنت جميله وبتقول لهم اهدوا يا جماعه، مش دي مين، ما تلاقوش كده. وبتكون البنت دي معاها الورقه اللي كتبوها، وبنعرف ان اسمها شون، وبتجري شون على كا، والمفاجاه بتمسكه من بطنه وهي بتقول له انت لسه مقلبص زي ما انت، مش ناوي تخس بقى. وعشان ما تستغربوش يا جدعان بنعرف ان هما الاثنين كانوا مرتبطين بس انفصلوا من 3 سنين، وهنا هما الاثنين بيذهبوا في رحله للماضي عشان نتعرف على علاقتهم، وان هما الاثنين اتعرفوا بالغلط. ايوه بالغلط، لان الاثنين دول اصلا غلط يبقوا مع بعض. المهم ان هما الاثنين اتعرفوا على بعض وحبوا بعض في حب الاكل يعني. هي بتحبه عشان كرشه عامل شبه البرجر وشفايفه عامله شبه صدر الفرخه. والله هي بتقول له كده. هي الناس ده عندها تخلف في المشاعر ولا ايه؟ والسبب ان هما مش قادرين يكملوا مع بعض عشان هي اتحملت انها تاكل معاه حلويات بالنعناع وهي مش بتحب النعناع، وهو ما استحملش ياكل فراخ معاها بصوص معين كده، ولان مفيش توافق في الاكل فانفصلوا عن بعض والحمد لله. المهم ان شون في الاخر بتقدر تطلع مين من وسط الدجاج، وبتقول لهم انها واضحه جدا لان لونها غامق بدرجه الا ربع عن الدجاج العادي، ما هي اكيله بقى. فبيرجعوا هما الاثنين على الشركه تاني وبيقرروا ان هما يعملوا لها صندوق صغير كده عشان يحفظوا فيه قطعه الدجاج، وفعلا بيعملوه وبيبقى على قدها بالظبط وشكله جميل. وفي نفس الوقت ده بيظهر شخص غامض جدا وماسك جهاز تتبعه وبيفضل ماشي وراه لحد ما الجهاز بيعمل صوت، وبيقول ان هو اخيرا لقى الحاجه اللي بيدور عليها بقاله سنين. وبيكون الجهاز ده بيشير لشركه مش مجرد الات. واليوم اللي بعده بيصحى كيم وكا وهما الاثنين بيفضلوا يتخيلوا ازاي مين عايشه في قلب قطعه الدجاج، وهل هي سامعاهم وحاسه بيهم ولا لا. طب يا ترى بقى متابعيني حاسين بيا؟ طب اللي حاسس بيا يعمل لايك دلوقتي ويسيب لي تعليق في الكومنتات. وبعدها بيروح السيد كيم يقابل مرات اخو الدكتور يو، بس بتقول انها بقالها سنين ما تعرفش عنه حاجه. فبيخرج من عندها وهو حاسس بالياس لحد ما بيتصل بيه كا وبيقول ان هو قدر يوصل لحد من الناس اللي كانوا شغالين مع الدكتور يو وهيقابلوه بكره. فبيفرح كيم جدا، وبعدها بيروح على المكان اللي بيتجمع فيه كل المعدات البايظه واي حاجه معدنيه عموما في المدينه، وبيسال صاحب المكان لو شاف آلة زي اللي معاه في الصوره، لكن هو بيقول له لا. فبيدخل كيم يدور بنفسه في المكان واللي بيكون مكان ضخم جدا وفيه معدات كتير بايظه. اما كا فبيقعد يغني اغنيه رومانسيه لحبيبته وبينشرها على صفحه اليوتيوب بتاعته. وكا هنا بيقول لكم اشتركوا في القناه، وبعدها بيقرر انه يدخل الآلة يمكن يتحول هو كمان لقطعه دجاج ولا يقدر يعمل اي حاجه. وفعلا الآلة بتشتغل وبتطلع ضوء غريب، لكن برضه ما بيحصلش اي حاجه، وبيخرج منها كا زي ما هو. وبيجي له فكره ان هو يروح يدور في المكتبه يمكن يلاقي اي كتاب قديم بيتكلم عن الآلة دي. وفعلا بيروح وبيلاقي هناك امين المكتبه جده علي واللي بيفضل نايم. ولما بيحاول كا يصحيه عشان يساله عن كتب فقال له المكتبه قدامك روح دور براحتك ولو لقيت حاجه خدها وامشي. وفعلا
وفعلا كاب ينكت المكتبه لحد ما بيقع من على السلم وبيغمى عليه. ولما بيجي وقت الانصراف جد علي بياخد نفسه وبيمشي، ولا حتى بيشغل باله ان كان في حد في المكتبه ولا لا، وبيقفل الباب ويروح. ولما بيفوق كاب يلاقي نفسه لوحده وبيتعب جدا لان السكر بيعلى عليه، وهو معهوش ادويه وتليفونه فاصل وحالته زي الزفت. وبيحلم ان هو قاعد مع مين في جو رومانسي، وكل شويه بيحط لها صلصه على وشها عشان ما تنشفش من الشمس، وبيكون معدي من قدامهم بني ادم على شكل توفي، بس لما بيقع بتتقطع منه حته وكان هيسيح، فبيحمدوا ربنا ان هم مش توفي. لكن مين بتقوله ان هي عايزه تاكل مصاصه، فكاب يقول لها بس انت يا حبيبتي ما عندكيش بق، فبتقول له مين اللي قال لك كده، ده حتى شوف بق كبير، وبتفتح بقها وكانها وحش لحد ما بيصحى من النوم. والحمد لله ان كل ده مجرد حلم، وبيبقى النهار طلع وبيحس كانه محتاج ياكل حاجه فيها سكر عشان ما يغماش عليه. واخيرا الحظ بيضحك له وبيلاقي علبه شوكولاته على مكتب جده علي، بس المفاجاه بيفتحها بيلاقيها فواتير، وواضح ان جده علي عايش معانا هنا في مصر. وفي الوقت ده بيكون السيد كيم قضى طول الليل بيدور على الاله، لكن للاسف ما بيلاقيش حاجه، وبيخرج يعني من التعب وهو ماشي شبه الزومبي، وبيقول للراجل صاحب المكان لو جات لك آلة بالشكل ده كلمني. اما كفى جده علي بيجيله اخيرا وبيفتح له الباب وبيمشي بعد ما لقى شويه كتب ممكن تفيده، وبيمشي طبعا هو تعبان جدا ماشيه البجعه المزنوقه اللي احنا شايفينها دي. وبيوصلوا هما الاثنين الشركه وحالتهم هما الاثنين زي الزفت. وفي وسط كل اللي هما فيه ده بنشوف الشاب اللي كان معاه جهاز التتبع، بس المره دي بيجي لهم بروبوت على شكل صرصار بيطير، وبيكون في كاميرا، والشاب ده عن طريقها بيقدر يشوف كل حاجه جوه الشركه، وبيكون واضح جدا ان عينه على قطعه الدجاج اللي هي مين. اما كيم وكا فبيخرجوا عشان يقابلوا الشاب اللي كان شغال مع الدكتور يو، لكن الشاب ده بيقول لهم ان شغلهم كله عباره عن اختراعات مهمه جدا، ودي اسرار شغل ما يقدرش يفتشها. بس مع اول طبق نودلز بيحكي لهم كل حاجه مصري، وبيقول لهم ان الدكتور يو كان مبهور بالاله دي جدا، وده لانها من ايام الفراعنه، وبيقول لهم ان الاله دي بتحول البشر لحاجات غريبه، وبرضه بتحول الحاجات الغريبه دي لبشر. وطبعا ده كله هري في هري. المهم ان ده حصل من 200 سنه لما كان في امبراطور ظالم جدا وبيضطهد اي شخص بيتبع الديانه المسيحيه، واي حد سواء وزير او غني بيعرف بس انه بيتبع الديانه المسيحيه بيجرده من كل فلوسه وممتلكاته، وبيرموهم على حدود البلاد في القرى الفقيره، لدرجه انه كمان طرد المساعد بتاعه. لكن مساعد الامبراطور ده كان عالم فيزيائي ومهندس عبقري جدا، واحتمال كبير قوي يكون هو اللي اخترع الاله دي، لان بعدها بفتره اتقتل بشكل غريب ومحدش يعرف هو مات ازاي. وبعد ما بيسمعوا الكلمتين دول بيرجعوا للشركه تاني، ولكن هنا بتكون الصدمه لانهم بيلاقوا الكاميرات متكسره والاله مسروقه وحتى قطعه الدجاج مختفيه. ولكم ان تتخيلوا بقى الاتنين بيطلعوا يجروا في الشوارع زي المجانين، وهم بيصرخوا وبيصوتوا في وش الناس، وطبعا مش عارفين يعملوا ايه ولا حتى هيعرفوا يراجعوا الكاميرات لانها اتدمرت. وهنا بيظهر لنا وش الشخص الغامض ده، وبيكون واضح انه مش وسيم خالص وكبير في السن، وبيبص لنفسه في المرايه لكنه بيشوف نفسه وسيم جدا، بس بيطلع كل ده من افكاره. وبيجيب صوره شاب جميل قوي وبيقولوا ان هو عاوز يحول نفسه للشاب ده، وبيحط صوره الشاب الوسيم ده على الازاز بتاع الاله وبيدخل جواها. لكن فجاه بنسمع صوت صريخ قوي جدا، وده لان الاله الثانيه خرج منها الدكتور يو بعد ما فضل مختفي اكتر من 5 سنين. وتعالوا بقى نرجع بالماضي ونشوف الدكتور يو وهو قاعد مع اولاد اخوه الاثنين وبيذاكر لهم، وبيكون واضح ان فيهم شاب عبقري جدا ونابغه في الرياضيات زي عمه. اما التاني ما كانش شاطر قوي بس كان وسيم جدا، وحتى عمه ما كانش بيضغط عليه لما بيلاقيه مش عايز يذاكر وبيسيبه يقوم يلعب عادي. وبيكون الشاب العبقري بيشرب المشروب بتاع الذكاء اللي مامته بتعمله لاخوه، لان اخوه الوسيم ما بيكونش عايز يشربها، وبيكبروا الاخين مع بعض، وبيكون الكل معجب بالشاب الوسيم، اما العبقري ولا واحده معجبه بيه. وحتى لما بيطلب من بنت في ايام الثانوي انها توعده بترفض وبتقول ان هو مش احلامها، ما هي بقت ماشيه بالمظاهر. وبعد فتره بيلاقي اخوه الوسيم بيعرض على البنت يرتبطوا، فبتفرح جدا، فالعبقري بيعدي الموضوع لحد ما ربنا بيكرمه في الكليه وبيتعرف على بنته وبيخرجوا سوا وبيحبها قوي، وساعتها بيطلب منها يرتبطوا، لكن هي بتقول له انها مش هتقدر وان هو ذكي وكل حاجه، بس هي مش متخيله نفسها وهي بتبوسه. وطبعا الموضوع بيأثر في نفسيته جدا. ونفس الفتره بتعدي وبيلاقي البنت دي واقفه مع اخوه الوسيم ومقطعين بعض في نص الشارع، اللي هو اخوه الوسيم ده لو قاصد يدمر حياته ويدمر ثقته بنفسه مش هيعمل كده. وبنعرف ان اخوه الوسيم بعدها بقى عارض ازياء، وهو نفس الشاب اللي كان الشاب العبقري ماسك صورته وعاوز يتحول له. والمهم بتمر الايام وبيتخرج الشاب العبقري ده من كليه الهندسه وبيشتغل مع عمه الدكتور يو في المعمل. وفي يوم وهم بينقلوا حاجتهم من البيت الشاب العبقري بيلاقي ورقه قديمه وبيكون مرسوم فيهم الالتين والاسهم، وساعتها الدكتور يو بتكبر في دماغه الفكره وبيبدا يدور على الالات دي لانه بيبقى مؤمن جدا بقصتهم وبوجود فضائيين. وتعالوا بقى نرجع للحاضر من تاني وبنشوف في مطعم الحمقى الاربعه البني ادم اللي على شكل آلة الاي تي ام بتقفل المحل وبتقول للزبائن خلاص شطبنا، وده لان الشيف الكبير بتاعهم بيكون سايب المطعم ورايح عند المطعم اللي كان شغال فيه عامل التوصيل، واللي وشه غضبان ومتضايق وواضح كده انه حاسس بالذنب تجاه حاجه لسه هنعرفها. اما السيد كيم فبيروح لنفس المطعم
لان العامله بتكون كلمته وقالت له انها لقت واحد يعرف عامل التوصيل واللي سال عليه قبل كده، وفعلا بيروح وبيلاقيه شاب وبيعرف منه ان عامل التوصيل اللي وشه غضبان ده هو اللي وصل الآلة الكبيره، وكان اصلا عنده شركه توصيل كبيره لكنها اتدمرت، وكان مهووس في الايام الاخيره بالآلة دي وملحوظه رفيعه كده. بنعرف ان الشخص ده اصلا هو نفس الشخص اللي مات في الحادثه واللي حصلت قدام المطعم واللي كانت في نفس اليوم بعد ما راح ودالهم الآلة ومشي. وبيرجع السيد كيم على الشركه فبيقول له كان في حد اتصل بيه وساب له عنوان وقال له لو عايز تقابل مين تعالى لي في العنوان ده، وفعلا بيروح وبيكون ده نفس المكان اللي قاعد فيه الشاب العبقري وعمه الدكتور يو. وساعتها رغم ان هم مش عارفين ايه اللي هيشوفوه جوه بس بيقرروا يدخلوا سوا، وده لان من كام سنه كاو هو ماشي في الشارع بيشوف شباب من المدرسه الثانوي بيضربوا واحد زميلهم، فبيروح يساعدهم، وهم لما بيلاقوا واحد ما يعرفوهوش بيقولوا له انت بتعمل ايه وسطينا؟ معلش طب احنا زمايل وبنضرب بعض انت مالك؟ فبيقول لهم كان هو بيساعدهم وبيحط مرطب على وش الولد اللي بينضرب بس هم بيجروا وراه عشان يضربوه. وهنا بتيجي حبيبتي القلب ونور العين مين طبعا واللي مبهدلاهم من اول القصه وبتنقذه هي، ومن هنا بتبدا قصه حبه اللي من طرف واحد ليها. المهم ان بعد الحوار ده بيقرروا يدخلوا سوا عشان ينقذ حبيبته زي ما انقذته قبل كده، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا قدامهم الدكتور يو وبيعرفهم على ابن اخوه الشاب العبقري واللي اسمه تاو. بس تعالوا كده نرجع فلاش باك ساعتين اتنين بس قبل ما يجوا، واول تاو ما بيشوف عمه خارج من الآلة بيكتفه ولا بيهتموا اصلا بوجوده، وبيدخل الآلة عشان يتحول لشكل اخوه الوسيم مان، لكن بيلاقي الآلة مش شغاله وعشان كده بيفك ايد عمه وبيفوقه بيعمل نفسه كان خايف عليه، واول حاجه بيسالها له اذا كان بيعرف يشغل الآلة دي، وبعدها بيكلم السيد كيم. ونرجع بقى للوقت الحاضر تاني، والسيد كيم اول ما بيشوف قطعه الدجاج بيطلع مسدسه وبيطلب منه يروح بسرعه ياخد قطعه الدجاج عشان يمشوا بسرعه من هنا. فبيحاول يطمنوا الدكتور يو وبيقولوا ان هم جايين هنا عشان ينقذوا بنته ويرجعوها بشريه تاني، لكن كيم بيقول ان هو خايف من تاو، وبنعرف ان هو لما راح زار بيتهم وقابلته المربيه بتاعه تاو طلب منها يشوف اوضه تاو لكن هي رفضت، فعلى طول بيطلع لها تذكرتين لحفله مهمه جدا. فالخدامه بتقول له يا باشا البيت بيتك، ده انا هدخل اعمل لك الغدا حالا. ولما بيطلع وبيدور في مكتب تاو بيفهم نيته وبيعرف ان هو عايزهم يصلحوا الآلة عشان ياخد شكل اخوه وبعد كده يتخلص منهم كلهم. ساعتها بيقرب منه تاو وبينزل على ركبته وبيحلف له انه مش هيعمل كده وان هو عايز فعلا ينقذ بنته، وبالفعل بيصدقوه وبيقعدوا هم الاربعه مع بعض عشان يتكلموا. وبيحكي لهم تاو انه في البدايه ما كانش مصدق عمه خالص ولا مصدق الاسطوره اللي بتتكلم عن الآلات دي، لكن بعد اختفاء عمه بدا يدور بنفسه على الحقيقه ويعرف ان هم آلتين وقدر ياخد الآلة الاولى، اما الآلة الثانيه عمل جهاز التتبع ولقاها عندهم. وبنعرف ان هو اللي كان بيتصنت عليهم يوم ما راحوا المطعم، واتضح انه كان ماشي وراهم بقاله فتره طويله عشان يقدر ياخد الآلة. اما السيد يوفا بيحكي لهم عن معاناته طول الاربع سنين اللي فاتوا، وان هو في يوم قرر يجرب الآلة دي، وطبعا هو ما كانش عايز يعرف حد وعشان كده خرج من مكتبه عادي جدا، وبعد ما قدر يطور جهاز الكشف قدر يوصل للنسخه الثانيه من الآلة وكانت في مطعم، ودخل من شباك المطعم ده عشان يجرب الآلة بعد ما لقاها اخيرا. ولان الشخص بيتحول على اخر حاجه هو شافها او بيفكر فيها، فالدكتور يو اخر حاجه ظهرت قدامه في اللحظه دي كانت دوده لونها اخضر صغننه كده، وعشان كده اتحول لدوده وفضل عايش جوه الآلة لمده 4 سنين على شكل دوده. وفي الوقت ده بيكون اهل الاربع شباب اللي فاتحين مطعم الاغبياء الاربعه قاعدين وهم بؤساء كده، ومش بس كده ده كمان بياكلوا الاكل اللي المفروض الزبائن هيجي ياخدوه، ولما بيلاقوا قدامهم دجاج لسه المفروض انه ينطبخ بياكلوه هو كمان. فاللهم صل على النبي كده الزبائن بيدخلوا عليهم وبيشوفوهم بالمنظر ده فبيسيبوهم وبيطلعوا يجروا، وبتكون سبب حاله الاكتئاب دي حاجه حصلت لهم من فتره، وبيفتكروا لما عامل التوصيل اللي دايما مكشر لهم ده جالهم في يوم واتخانق مع الكشك المتحرك، وده لان هو كان عنده مطعم بيتزا، وبمجرد ما فتحوا في الحي بتاعه ما بقاش فيه زباين يروحوا له والمطعم بتاعه خسر وقفل واضطر ان هو يشتغل عامل توصيل. المهم انه بعد ما اتخانق معاها وهو خارج بيشوف صوره غريبه جدا، وبتكون نفس صوره الآلة دي وفيها سهمين بس، سهم فيهم متوجه لفرخه وكان السهم ده بيقول ان الفرخه دي تدخل جوه الآلة، والسهم التاني بيقول ان الفرخه دي هتطلع من الآلة على شكل الدجاج المقلي اللي بيبيعوه. فبيبص عامل التوصيل للصوره وبيسأل عن الآلة دي، وبتسأله البنت لو كان يعرف الآلة دي موجوده فين، لكن هو بيقول لها هي دي آلة فعلا؟ ده انا كنت مفكرها مجرد صوره، وبيمشي وبيسيبها. وبنرجع بقى للدكتور يو وهو بيكمل حكايته، وبنعرف ان عامل التوصيل الكشري ده خد الآلة من المحل بتاعه واللي كانت موجوده كزينه ومحدش عارف اصلا هي بتستخدم في ايه. وبيقول الدكتور يو انه فضل طول الفتره دي في الآلة، وكان كل يوم يقعد مع الشخص ده وبيسمعوا نفس المسلسل الكوري اللي فضل يتعاد 3 سنين وهم بيتفرجوا عليه، لدرجه ان هم الاثنين بقوا اصحاب جدا. وبعد فتره الشخص ده فكر اكتر في موضوع الآلة دي وحاسس كده ان هي السبب فعلا في تحويل الدجاج الحي لقطع الدجاج الجميله واللي كل الناس بيحبوها، وعشان كده قرر يعمل التجربه دي وجاب دجاجه حيه وحطها في
قلب الآلة وشغلها، ولأن الدجاجة كانت خايفة فبتتخيل نفسها وهي مدبوحة، فبتطلع من الآلة وهي مدبوحة، أو بمعنى أصح بتتحول لفرخة زومبي، وبتفضل تتنطط وبتعض في الشخص ده، وهو بيترعب جدا وبيخاف وبيرمي الدجاجة دي بعيد. وفي عز المطر بياخد الآلة وبيسيبها قدام المحل بتاع السيد كيم عشان يصلحوها، لكن هو راجع بيعمل حادثة وبيموت. وطبعا الدكتور يو بيزعل عليه جدا لما بيعرف انه مات، وعلى الرغم من كده بيكون الدكتور يو مش عارف كل حاجة عن الآلة دي، وبيطلب منهم يدوله مهلة عشان يفصص الآلة ويفهم هي بتشتغل ازاي، لانه مش عارف ازاي يتحول وازاي رجع تاني لشكله الطبيعي. ولما بيرفض السيد كيم فجأة بيلاقي نفسه جسمه بيتقل وبيقع على الارض هو وقاه، وده لان الدكتور يو كان عامل حسابه ان هم هيرفضوا، فحط لهم منوم في الشاي وبيناموا هما الاثنين بالفعل. ولما بيفوقوا بيلاقي نفسهم مربوطين في سراير من رجليهم، وبيبداوا بقى يتعرفوا على بعض اكتر ويتكلموا مع بعض، يعني فرصة نتعرف على بعضينا. وبيحكوا كانه قبل ما يدخل الكلية كان نفسه يبقى مؤلف اغاني، لكن والده المهندس بيرفض وبيصر يدخله هندسه ميكانيكا عشان يطلع مهندس قد الدنيا، وهو بيقول له مش كفايه علينا حمو بكا وحسن شاكوش. ولكن كاكا طفل محترم وبيسمع كلام اهله، بيقرر يخلي باباه هو اللي يقول له ابوس ايدك ما تبقاش مهندس، وعشان كده بيطلب اوردر كبير من شي ان عباره عن السبع اطقم اللي نفس الالوان الغبيه واللي بيلبسها كل مره، ولما بيخرج يوريها لباباه، باباه طبعا ما بيقدرش يقول له حاجه، وبيقول له قمر ما شاء الله عليك، انا خايف تتحسد والله من جمالك. وبالفعل بيدخل هندسه وبيتخرج، وكل شركه بيقدم له فيها والده عشان يشتغل، بيعك الدنيا في الانترفيو. وعلى الرغم ان والده بدا يجيله شلل رعاش بسبب لبسه الغبي ده، بس ما بيرضاش يقول له حاجه، وكل همه بس انه يفضل مهندس. وفي الوقت ده هما الاثنين بيبداوا يفكروا ازاي يقدروا يهربوا من هنا، وبيشوف السيد كيم انبوبه غاز وكمان بوري، وبيفكروا ان هم يشغلوه على درجه حراره عاليه جدا عشان يسيح الجنزير المربوطين بيه ويقدروا يخلعوا من هنا. لكن بيقطع خطتهم العبقريه دي تاو، واللي بيكون واخد العجله بتاعته وطالع يجيب لهم اكل من بره، وبيقول لهم اي نعم ماشي، لكن سايب لكم الحشره الطائله بتاعتي واللي انا مصممها بنفسي واللي اسمها رعد. وفعلا بتكون اسم على مسمى، لان رعد بتطلع شحنات كهربائيه قويه جدا بتضرب بها كيم وكا مجرد ما بتحس ان هما الاثنين بيفكروا ان هما يهربوا، وبكده المهمه بقت صعبه جدا. اما الدكتور يو فبيكون قاعد قدام الاله لانه بيحاول يتواصل عن طريقها بالفضائيين، وبيكون هو كمان عامل له روبوت على شكل كلب ومسميه دودي. ونسيبهم شويه ونروح لمطعم الاغبياء الاربعه، وبيكون الشيف لسه قاعد في نفس الحاله الكئيبه، وده لاننا بنعرف ان هو اللي خبط عامل الدليفر العصبي بالعربيه بتاعته، وعلى الرغم انه عمل كده من غير ما يقصد الا انه لسه حاسس بالذنب. وبيكون قاعد في المطعم ده شله شباب وبيشوفوا مقطع الفيديو بتاع كا وهو بيغنوا لحبيبته من اغنيه حزينه، وبتعجبهم الاغنيه جدا وبيفضلوا يصرخوا من جمالها. وهنا بتروح تزعق لهم الكشك المتحرك، فبيوروها الفيديو، فبتتصدم لما بتشوف ورا الاله اللي هم بيدوروا عليها، وعلى طول بتدخل تقول لاصحابها الاربعه، وواضح كده ان في ناس كتير قوي بيدوروا على الاله دي. وكمان لما بيشوفوا الرساله اللي كان سايبها السيد كيم وان بنته اتحولت لقطعه دجاج، فعلى طول بيروح للشركه بتاعتهم، وهناك بيلاقوا هانو وبيسالوه عن الاله، فبيقول لهم انها كانت هنا بس اتسرقت وان هو ما يعرفش مكانها دلوقتي، لكن واحد فيهم بيقدر ياخد الورقه واللي كان مكتوب فيها العنوان اللي راح له السيد كيم وكا، واللي هم في الوقت ده بيكون طالع عينيهم لان رعد مطلع عينيهم وكل شويه تعذب فيهم بمجرد ما بتحس ان في حد بيفكر فيهم انه يهرب او يعمل بس حركه مريبه. وبعدها بيجي لهم تو بالاكل، ووقتها بيسالوا كيم عن قصه الاله دي. وتعالوا بقى احكي لكم القصه بالظبط، واللي كانت زي ما قلنا من اكتر من 200 سنه، ولما الامبراطور بدا يقتل وينفي الناس، وكان من بينهم شخص متمرد راح لقريه على حدود الامبراطوريه، وكان واضح انه شخص طيب لانه كان بيعلم الاطفال القراءه والكتابه، وعشان كده كان في شابين بيحترموه جدا من اهل القريه، وكانوا كمان بيجيبوا له الاكل والحطب وحاجات كتير جدا كشكر منهم، يعني عشان بيعلم اطفالهم بدون مقابل. ولكن الشخص ده في يوم حب ان هو يعتمد على نفسه وطلع عشان يجيب حطب لنفسه من الغابه. وهنا بقى كانت المفاجاه والصدمه في نفس الوقت، لانه بيشوف مركبه فضائيين لونها بنفسجي وبينزل منها الالتين اللي احنا عمالين نلف حواليهم من بدايه القصه، وكمان 4 فضائيين لونهم بنفسجي وما لهمش ملامح. ومش بس كده، ده الاربعه دول كل واحد فيهم بيدخل الاله وياخد شكل واحد من المزارعين اللي موجودين في المدينه، وبيرجع الشخص ده للقريه. وطبعا لو كان حكى اللي هو شافه كان الكل هيقول عليه مجنون، لكنه استغل طيبه الشابين اللي كانوا بيحبوه وفضل يملى دماغهم بكلام انهم محتاجين يغيروا العالم والامبراطوريه، وان هو معاه جهاز سحري عظيم جدا هيفيدهم، فبيساعدوه بيروحوا يخطفوا نائب الامبراطور واللي كان شخص مسالم جدا ومحترم وكافي خيره شره، وبيروحوا هم الثلاثه ومعاهم مساعد الامبراطور عند الالات دي، وبيقدر يقنع الشخص الطماع ده مساعد الامبراطور انه يدخل جوه الاله وهيقدر يحول شكله لاي واحد تاني. وده بعد ما بيدخل الشخص الطماع وبيحاول نفسه لمساعد الامبراطور، وفعلا بيقتنع وبيدخل، وقبل ما يشوف الصوره اللي هيتحول عليها الشخص الطماع ده بيحط قدامه حجر، وبكده بيكون قضى على مساعد الامبراطور للابد. ومش كده وبس، ده كمان بينادي على الحرس بتوعه وبيخليهم كمان
يتخلصوا من الشابين دول لانهم حاولوا يقتلوه، وبكده ما يكونش في اي شهود على الجريمه اللي عملها، وبياخد هو مكان مساعد الامبراطور وبيعمل كل حاجه غلط وحرام، لدرجه انه خرب المملكه لحد ما فيهم الاربعه واللي هم حراس الالات دي بياخدوه في الغابه وبيسالوه عن مكان الالات بتاعتهم، فبيعرفهم ان هو طلب من الشعب يرموهم في النهر عشان ما حدش يستخدمهم تاني، والغريبه ان هم بيسيبوه يمشوا، فبيقول لهم هو انتوا مش هتقتلوني ولا ايه؟ فبيعرفوا ان هم مش من حقهم يقتلوا او يأذوا اي حد من البشر، فبيضرب عليهم سهام لكن ولا حتى بيتخدشوا، وبيرموا هم سهام من جسمهم عادي جدا وبعدها بيمشوا. ونرجع بقى للوقت الحاضر، والاربعه اللي شغالين في المطعم بيقدروا يوصلوا اخيرا للمكان اللي موجود فيه كيم وكا، وفي نفس الوقت الدكتور يوهو وتاو كل واحد ليه افكاره وعايز ينفذها. يعني تاو مثلا عايز الالات دي تتصلح ويتحول لشكل اخوه، اما عمه فعايز يتواصل مع الفضائيين اللي صنعوا الاله دي لانه منبهر بهم جدا وعاوز ياخد من علمهم، وهنا الاتنين بيتخانقوا. ومش بس كده، ده كمان الالات بتاعتهم اللي صانعينها بتدخل في الخناقه، يعني الكلب لولو بيعض تاو من رجله، والحشره رعد بتسلط الاشعه بتاعتها على الدكتور يو، وطبعا ده بيكون الوقت المثالي واللي بيستغلوا كيم وكا وبيقدروا يفكوا نفسهم وبيروحوا عشان يتخانقوا مع الدكتور يو تاو، واللي بيوقفوا الحرب ما بينهم عشان ينتصروا الاول على كيم وكا. بس وسط الدرمغه دي بيدخلوا الاربعه المتخلفين عقليا. بس قبل ما نكمل ايه اللي هيحصل بينهم، احب اقول لكم ان الشخص الطماع اللي خد مكانه شكل نائب الامبراطور بعد ما بيسيبوه الاربع فضائيين وبيمشوا، بيجي واحد من وراه وبيطعنه في ظهره، وبيطلع ده واحد من الشابين اللي اهل القريه اتلموا عليهم وكان هيقتلوهم، والشاب ده نجا وقتله هو، يلا يخفى في داهيه. وبنرجع تاني للخناقه اللي دايره في المختبر، ويلا بينا نفجر واحده من المفاجآت اللي في القصه دي. وهنا بنعرف ان رئيس الطباخين نفسه ان هو والثلاثه اللي معاه هم نفسهم الفضائيين اللي جم من 200 سنه ومعاهم الالتين دول، وجايين دلوقتي عشان ياخدوا نفس الالتين بتوعهم عشان يعرفوا يرجعوا تاني لكوكبهم في سلام. وهنا الدكتور يو بيسالهم سؤال مهم قوي، واحنا ايش ضمننا اذا كنتوا الفضائيين بجد؟ ما يمكن تكونوا مستثمرين عادي، فيا ريت تورونا شويه من قدراتكم. لكن رئيس الطباخين بيقول له كان على عيني والله، بس الحاجات دي ما بتطلعش غير في كوكبنا وما اقدرش اوريها لك هنا، معلش عيب اتكسف. وطبعا محدش بيقتنع، وبكده بيكون في 3 فرق وبيبداوا المدعكه قصاد بعض، وكا بيكون هدفه الاساسي والرئيسي انه يدمر الدبانه اللي اسمها رعد دي لانها كل شويه عيني قاعده تكهربه. اما كيم فبيدخل في صراع طويل قوي وشرس مع الكلب لولو واللي حرفيا يا عيني بيمرمط الراجل. اما الكشك المتحرك فالدكتور يو بيرمي عليها شبكه، وللامانه هي بتفضل جوه الشبكه ما بتتحركش، كيوتة قوي. وبتفضل المعركه دي دايره كده بتاع حلقه ونص تقريبا لحد ما بيقدر كانو يدمر رعد اخيرا، وكيم بيقدر يجيب اجل الكلب لولو وبيخليه يفرقع. ولما الشيف بيحس ان الدنيا زاطت فبيستخدم قدراته الخارقه وبيضربهم كلهم عن طريق التحكم عن بعد من غير ما يلمس واحد فيهم، لدرجه انه بيشوط تاو بضربه واحده بيطلعوا بره البيت اصلا. وبيحاولوا اصحابه يمنعوه لكن هو بيقول لهم انه كده كده خالف القواعد وقتل البشري وان هيدافع عنهم قدام المنظمه، وبيضرب كيم وكا هم كمان. ووقتها السيد كيم بيترجى انه يرجع بنته تاني بشريه، بس رئيس الفضائيين بيقول له ان للاسف ده مش اختصاصهم والاله دي ما عدلهاش غير مره واحده بس، فيا اما يرجعوا على كوكبهم تاني يا اما يرجعوا بنتهم كبشريه، ومش عارفين اذا كانت فعلا الاله هتقدر ترجعها تاني ولا لا. والحل الوحيد ان هم يسافروا ياخدوا بنته معاهم وهناك يعرضها على العلماء اللي موجودين في الكوكب بتاعه. والموضوع مش هياخد بس غير يوم واحد بس عندهم، لكن المصيبه ان اليوم على كوكبهم بيساوي 50 سنه على كوكب الارض. وهنا بيتجنن كيم وبيرفض يودي بنته معاهم وبيبدا يهجم عليهم ووقاه، لكن الفضائي بيفضل يضرب فيهم لحد ما قوته كلها بتستنزف، واصحابه بيفضلوا يعيطوا له ويطلبوا منه ما يضربش حد ولا يستخدم قوته على كوكب الارض، لحد ما بيقع على ركبته وبيجي تاو وبيمسك قطعه الدجاج وفي ايده الثانيه خشبه وبيهددهم كلهم ان اللي هيقرب من الالات هيدمر لهم قطعه الدجاج. فالسيد كيم بيقدر يشتته لحد ما بتقع منه قطعه الدجاج والازاز وقتها بيتكسر، لكن بيقدر كيم يمسكها، وساعتها كا بيضرب تاو على دماغه لحد ما بيفوق وبيلاقي نفسه مربوطين في السراير هو وعمه. اما كيم بعد تفكير طويل بيقرر ان هو يدي بنته للفضائيين تسافر معاهم، وبيقول لهم انه هيستنى 50 سنه، ده اذا ما ماتش بعد بكره اساسا. لكن فعلا بيعدي 50 سنه وبنشوف كارل بقى كبير في السن وعنده 75 سنه، لكن صحته كويسه جدا، واللي بنعرف انه بقى اشهر مغني في العالم كله مش في كوريا وبس، وبيكون بيلبس نفس الطقم الغريب بتاعه لانه بقى مشهور بالمغني صاحب البنطلون الاصفر، وبيكون الجمهور كله متجمع حوالين القصر بتاعه، وده لانه كان عامل حفله يودع فيها جمهوره لانه مش هيغني تاني. وطبعا بتكون التكنولوجيا متطوره جدا، وبيقول المساعد بتاعه ان شركه مش مجرد الات بعتت له آلة جديده بتساعده على النوم وبتكون نفس شكل الالات الفضائيه، فبيفرح جدا بيها. وبنعرف ان الشركه دي بقت من اكبر الشركات الالكترونيه في الوقت الحالي، وبيقولوا ان هو عايز يبص على الجمهور بتاعه وده عن طريق عدسه مكبره، وفي وسط الجمهور بيشوف بنت شبه مين الخالق الناطق وبيبقى معاها طبق فيه قطع دجاج، فبيصرخ كا من الفرحه وبينزل جري عشان يشوفها. وقتها كا بيفتكر الماضي وخصوصا في اليوم المشؤوم اللي كيم سلم حبيبته للفضائيين، واثناء ما كا كان ماشي في الشارع وهو حزين بيقابلوه الشباب بتوع الثانوي واللي سمعوا الاغنيه بتاعته فبيفرحوا بيه جدا وبيتصوروا معاه، ومن هنا كانت بدايه شهرته. وبنرجع تاني للحاضر وكا بينزل وبيجري وسط جمهوره، بس للاسف البنت ما بتطلعش مين، وبتكون بنت شبهها وبتقول انها بتحبه جدا، فبيفرح بها وبيفضل يبص لها وبياكل معاها الدجاج وهو مبسوط.
وبسبب تواضعه ده بيكون ليه جمهور كبير جدا، وبيكون قاعد بيتفرج على تاو واللي بقى من اشهر واعظم المهندسين في الوقت ده، وهو اللي بيمسك شركه مش مجرد آلات بعد ما عمه مات وكمان السيد هان، وبيفضل وشه زي ما هو ما بيتغيرش. اما بقى كا فبيقوم من النوم بالليل على صوت، وبيكون مفكر ان مين رجع التاني، لكن بيلاقي واحد من الفضائيين واللي خد قطعه الدجاج وسافر بيها، وبيقول له وقتها انه للاسف ما قدرش يرجعها تاني البشريه، وده عشان الكوكب بتاعهم لما لقوا ان البشر بيستخدموا كل الآلات في الخراب والدمار دمروا كل الآلات الخاصه بالبشر، وعشان كده ما قدروش يرجعوها تاني البشريه. لكن بيطلب منه يتصل بالسيد كيم لانه عنده حل تاني، وفعلا بيطلب كام من رجالته بيروحوا البراري عشان يجيبوا السيد كيم، وده لانه رجع قريته تاني واللي بيشاور عليه اهل القريه، وبنشوفه هو بيتنطط ولا كانه قرد بري. يا راجل هو انت لسه عايش؟ ولما رجاله كا بيقولوا له يجي معاهم للمدينه بيجهز نفسه على طول لانه بيعرف ان هو ده الوقت اللي بنته اخيرا هتيجي فيه، وفعلا بيوصل على بيت كا اللي بيبقى مستنيه على حر من الجمر لانه بقاله 50 سنه ما شافوش. لكن للاسف بيموت السيد كيم قبل ما حتى ينزل من العربيه، فبيعمل له كا جنازه محترمه، وبعدها بيتواصل تاني مع الفضائي اللي بيعرفه ان هو قدر يجيب له آلة مهمه جدا، ودي بقى تقدر ترجعه لاي زمن هو عايزه، وبكده يقدر ان هو يرجع في الزمن ويمنع مين اصلا انها تدخل الآلة دي وتتحول لقطعه الدجاج. وبيقعد كا لوحده مع قطعه الدجاج وبيقول لها ان مرت سنين طويله قوي، وحتى مش عارف لو رجع بالزمن هل هي تحبه ولا لا، وانه قرار صعب بعد كل الشهره والنجوميه والحاجات اللي قدر يحققها دي انه يرجع بالزمن تاني، ولانه مش عارف اذا كان هيقدر يوصل لكل ده تاني ولا لا. لكن رغم كل ده بيكون حبه لمين اقوى بكتير، وعشان كده بيدوس على الزرار بتاع آلة الزمن. ولحد هنا بتخلص قصتنا، ولو كنت وصلت هنا اكتب لي انك بطل، واتمنى في النهايه تكون القصه عجبتكم، وانتظرونا في قصه جديده ان شاء الله. سلام.